السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم علي من قناة عراق هيرو. مثل ما شفتوا عنوان الفيديو، أغبى لاعب كلاش رويال. التحدي صار بالأرينا التاسعة، لاعب صيني ضد اللاعب تشارلي اللي هو اللاعب الغبي حقيقة. ننتظر هجومهم يا شباب. مثل ما تلاحظون يتانون يقبض شريط الأكسير إلى 10. اللاعب الصيني راح يبدي بالمحارب أبو السيف، أما اللاعب تشارلي بدأ بالكولكتر، وكذلك اللاعب الصيني بالكولكتر شمرة. ينتظرون كذلك شرط الأكسير يمتلي. الأفضلية كانت للاعب تشارلي حقيقة، بس هو ما أدري يعني شنو صار الفيلم مالته. شمر الأميرة، اللاعب الصيني شمر البويزن وراح يدمج البرج والماينر. اللاعب تشارلي دارك شمره دارك برنس. اللاعب الصيني قدر يدمج البرج إلى 2165. اللاعب تشارلي 3 ماسكتير والدارك برنس والذبان راح يشمرهن، وراح يقدر ياخذ البرج الاول من اللاعب الصيني. مثل ما تشوفون قدامكم يا شباب، دمج 800 300 وراح البرج الاول، وكذلك تقدموا الى القلعة. شمر البرنس وراح يقدر يدمج القلعة الى 2000 1700 1200 700 638. تشارلي الى الافضلية يا شباب. مثل ما تلاحظون قدامكم، شمر الأميرة 400 230. يا أخي أنت تشارلي ليش اشمر دارك البرنس؟ خلي ياخذ البرج. شمر يم الماينر وراح يقدر يقضي عليه. طبعا اللاعب الصيني 3 ماسكتير والأمير المحارب بالسيف، وكذلك الذبان ضدهم، وراح يتقدم على اللاعب تشارلي. مثل ما تشوفون قدامكم يا شباب، راح يقدر يدمج البرج وياخذه. واللاعب تشارلي بصافن يتاني يقبض على مود ياخذ 3 ماسكتير. مثل ما تشوفون قدامكم، اللاعب الصيني قدر ياخذ القلعة ويفوز بالحرب. شنو هذا ما ادري. اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك. اشوفكم بخير، الى اللقاء، مع السلامة.